ازاي وفرت على العميل 16,000 ساعة شغل. العميل كان عنده آلاف الصور من عدادات الكهرباء محتاج يستخرج منهم شوية بيانات. العميل كان متعود إن هو يجيب موظف لمدة 6 شهور، يعني وقت كبير زي التكلفة زائد احتمال خطأ من الموظف ده. فأنا بنيت له ورك فلو اللي احنا الاتنين مع بعض خطوة بخطوة إن شاء الله في الفيديو ده. فسريعا بس كده نبص أصلا المشروع عبارة عن إيه. في بس مشكلة إن صور عدادات الكهرباء ديت هي صور حساسة، ما ينفعش تطلع ان بابليك. فأنا هبدل الموضوع ده بحاجة شبهها جدا برضو، ألا وهي فواتير دفع الكهرباء. فلو جينا مثلا عند الصورة ديت، احنا هنا عندنا هنكون محتاجين نستخرج كود الدفع من الصورة ديت، محتاجين نستخرج رقم العداد واسم العميل والعنوان. تمام، بس كده يعني. فدي بقى بص على ورك فلو. احنا هنا احنا محتاجين 3 خطوات. خطوة أولى إن احنا تريجر امتى هنشغل الورك فلو ده وهنخزن فين الداتا. لو قلنا مثلا الأولى هتكون اللي هو التريجر، دي أول خطوة. تاني خطوة هتكون عندنا إن احنا هناخد الصور دي ونستخرج منها الداتا المطلوبة. فاحنا محتاجين image analysis node. بعدين محتاجين يعني حاجة نخزن فيها بقى الداتا دي، فهنحط برضه اكسل شيت. فدول 3 خطوات أساسية في الورك فلو ده. فلو رحنا على طول على init نعمل نيو ورك فلو. خلينا الأول نبدأ التريجر بحاجة بسيطة ألا وهو اون فورم سبمشن. تمام، خليها فورم سبمشن. بعدين هروح على جوجل درايف، بس بعد ما اعرفك ان الموضوع سهل وبسيط. هنعمل بس ورك فلو في ثواني ان شاء الله. هنعمل كل حاجه بسيطه، ان احنا نأكسبت فوتو او فايل. تمام، اوكي، فوتو. نجيب الصوره الاول، نختار الصوره، سبميت الصورات. لو فتحنا الصوره كده هنشوف بس اللي فيها. كنا نفتح فتره جديده. ماشي، ادي اسمه وادي الكود ده، في كل حاجه موجوده. نيجي بقى بسم الله كده. الخطوه التانيه نحلل الصوره دي، فهنجيب ايمج اناليسيز من اوبن اي اي. نفتح اوبن اي اي، تلاقي هنا ايه، ايمج اناليسيز او اناليسيز ايمج. تختار يا باشا موديل. بص بقى، انا عشان بس اوريك الموضوع بسيط قد ايه. احنا بس الاول عايزين نقول له ان هي باينري، مش ار ال. فهنيجي هنا نختار باينري واسمها فوتو. اسمها فوتو مش داتا، فغير اسم الفوتو. جميل. انا عايز اقول له ايه بقى هنا. بس الصوره هنا عايز اقول له والله يا عم الحاج اكستراكت. خلي بالك ده اصلا مش صح، احنا بس بنعمل حاجه سيمبل قوي. دايما لما انت تعمل اي ورك فلو جديد، حاول تبدا باسهل حاجه ممكنه، بعد كده طور. يعني ما ينفعش انت من اول مره تحاول توصل لاحسن حل، ده غلط. حاول دايما انت تبدا باسهل حل واقل تكلفه، بعدين تحسن مع الوقت. فلو قلت له مثلا اكستراكت، اوكي، اكستراكت النيم اند ادرس اند مثلا رقم العداد، هكتبه له حرفيا بالعربي يعني. ماشي. انا طبعا الكلام ده كله ايه يعني مش صح، بس انا عايز اوريك الموضوع سهل قد ايه. لو جينا هنا، ماشي، افتح بس كده شويه. اوكي، بيقول لك شور. ماشي، ادي رقم العداد جابه صح. جميل. ادي العنوان جابه صح. ادي اسم العميل جابه صح. حرفيا كده احنا خلصنا يا طب. انا بس هكتب لك برومت كويس شويه. فيجي بس احط برومت ده هو اقوى شويه، فنفتحه كلنا مع بعض. فهنا بقول له بقى ان انت ايه، ان انت هتساعدني ان استخرج شويه داتا من بيمنت ريسيبت. تمام. فبقول له انت المفروض تطلع لي ال4 حاجات دول: رقم العداد، اسم العميل، رقم الدفع الالكتروني. واديت له شويه رولز، المفروض ان هو هيطلع لي فاليد جيسون. جميل. والمفروض يكون بالظبط زي الموجود يعني. حلو. لو جينا عملنا رن تاني، طلع لي الموضوع في جيسون، فبقى منظم اكتر. جميل. انا برضو ناقص حاجه، المفروض ان انا يكون طالع لي كل حاجه لوحدها. ان انت شايف هنا
هتلاقيهم كلهم في مكان واحد. يعني انت طبعا انت كلهم في مكان واحد، انا عاوز كل واحد يبقى لوحده، هنستخدم كود نود تقدر تستخرج كل واحد لوحده. فلو جبنا عند كود نود مثلا، كود نود خلينا جافا سكريبت افضل. انا برضو مجهز الكود. طبعا انت مش مهم تكون فاهم الكود ده، الكود ده أنا اصلا عامله بشات جي بي تي عادي. هو اصلا مش عارف جافا، عارف بايثون كويس لكن مش عارف جافا. الموضوع سهل جدا. لو عملنا اكسكيوت جينا هنا مثلا، هتلاقيه بيقول لك ادي رقم الدفع، ادي اسمه، ادي رقم العداد، ادي العنوان. خلصنا احنا كده حرفيا خلصنا يعني. نيجي عند يعني نيجي بقى نحفظ فيه جوجل شيت. ماشي. بسم الله. تخش على اباند رو ان شيت، تختار اسم الشيت. انا مسميه مستر عمر آه شيت 1. على فكره احنا لسه هنشرح، ما تقلقش. انا بس بعرفك الموضوع سهل قد ايه. رقم العداد، العنوان، رقم الدفع، اسم العميل. ماشي. لو رحنا فتحنا الشيت ده كده ما فيش حاجه اهوت، عملنا رن، في اللي هيحصل. اي اسم اهوت اتضاف، كل حاجه اتضافت زي الفل تمام. نجرب كمان صوره، ورك فلو، نرفع كمان صوره، سبميت، نفتح على اكسل شيت. اهي هو اسمه، الرقم، اللي هي هي نفس الصوره لكن اسم متغير. على فكره الصور دي انا على النت يعني، هما غالبا الصور دي مش مظبوط يعني، صور فيك. فعشان كده هو ايه نفس الارقام يعني. نيجي بقى يعني نعيد الموضوع واحده واحده بقى من جديد، ويقول لك المشروع الكبير هو كان ماشي ازاي. نيجي مثلا في اكسل برو. هو يعني المفروض ان انا كل ساعتين ابص على الفولدر، هو الفولدر ده فيه صور؟ لو فيه صور هات كل الصور ديت ويبدا استخرج لي منها كل الحاجه المطلوبه منها، الداتا المطلوبه منها، وخزنها في جوجل شيت. جميل. فهي يعني بنفس الفكره بالظبط، ولكن طب انا دلوقتي كان فولدر مثلا عندي فيه جوجل درايف فيه 1000 صوره. حلو. انا استخرجت الصور دي منه خلاص، طلعت منها كل حاجه مطلوبه منها، اودي الصور دي فين؟ الفكره بقى ان انت ايه، تقوم جاي اما تخلص الصوره دي تقوم جاي اعمل لها موف في فولدر تاني اسمه ضمن مثلا. حلو. نيجي نعمل ده كورك فلو. اول حاجه نعملها سكادول تريجر. تمام. سكادول تريجر كل ساعتين مثلا وهيرم. بعدين هيروح يجيب الصور من جوجل درايف. احنا عاوزين دلوقتي ايه، نجيت فايلز من فولدر. ففي هنا مشكله، انت لو جربت تبحث في النود اللي موجوده في جوجل درايف عشان ترجع صور مثلا موجوده في فولدر معين مش هتلاقي. يعني انا بحثت قبل كده ومش هتلاقي. يعني لو جيت هنا وكتبت درايف، ادي جوجل درايف، فهتلاقي ان انت مثلا كوبي، ديليت، موف، تشير، ابديت، مفيش ابلود، مفيش ان انت تسترجع ان انت جيت فايلز فروم ا فولدر يعني. مفيش حاجه يعني اسمها كده للاسف يعني. موضوع سهل وبسيط يعني. فانا عملت اتش تي تي بي ريكويست تعمل النقطه دي. فانا هقول لك ازاي تعملها بسهوله يعني. موضوع سهل وبسيط. انت بتحط اللينك ده هنا. طب انت ازاي تعمل الكريدنشال؟ انت هتلاقي عندك هنا في الاوثنتيكيشن، تختار في الدروب منيو ديت، تختار بري ديفايند كريدنشال تايب، تختار من هنا لجوجل درايف. تمام. بعدين تيجي هنا تعمل كريدنشال، تعمل كريت نيو كريدنشال. وبعدين نيجي هنا بقى على النقطه دي. انا عملت لك PDF كامل هيوضح لك خطوات بالظبط اللي تمشي عليها عشان تعمل تربط جوجل درايف وجوجل شيت بان 10 بسهوله جدا يعني. فاول حاجه، اول خطوه نعملها نخش على، افتح بس PDF عشان نبقى ماشيين خطوات مع بعض. ماشي. ادي PDF. بيقول لك اول حاجه تروح على ان تعالي يا حاجه. اول حاجه روح على، هات الريدايركت URL من ان ات ام. تمام. ممكن تقرا ده لو انت مش عارف بس انا عارفها. نخش هنا
هتلاقي هو ده اللي ايه اليو ال اللي هو عايزه. ماشي. حلو. خدنا كوبي. خش على تخش على جوجل كلاود، على الكونسول تحديدا يعني. خش على الكونسول اهوت على اليمين. اختار اختار بقى الاكونت الصح بتاعك، سجل بيه. بعدين يقول لك انشئ مشروع، فيها تعمل على تروح على نيو بروجكت. خلي بالك هو ايه، انت ممكن تمشي مع الخطوات دي بالظبط يعني. انا جربتها قبل كده وفعلا صح. بيقول لك اول حاجه بس ايه، ان انت آه اضغط على كلمه بروجكت اللي عندك هنا اهيت. اضغط على هنا اعمل نيو بروجكت. اختار اسم البروجكت اي اسم عادي. تمام. اول لما يخلص هنا تعمل سيلكت بروجكت. سيلكت بروجكت. اوكي، هو اسمه فعلا تمام. بعدين يقول لك ايه كمان، الكرييت يا عم كمان. عملنا اكتف للبروجكت تمام. تالت حاجه فعل الاي بي اي. بيقول لك ايه، القائمه ماشي، القائمه هنا. خش على لايبراري من اي بي اي اند سيرفيس. تمام. هنفعل فعل الاي بي اي بتاعت الجوجل درايف آه واكسل شيت. بس هنا برضه سايب لك ان انت ايه ممكن تاخدهم كده على طول يعني. فانا يا باشا نيجي هنا هتلاقي عندك جوجل درايف اهيت. بالمره برضه نفعل ايه، بالمره نفعل اكسل شيت. بوظ جوجل شيت. تمام تمام تمام. ارجع تاني بقى على اللايبراري. ممكن تيجي ترجع من هنا على طول، او تخليني مش سامع ده مفيش. ابحث بقى على ايه، على جوجل شيت. فعلها. بعدين يقول لك ايه بقى، ادخل على ارجع على الايه اي بي اي اند سيرفيس. ما تخلص بس تحميل. ماشي، اي بي اي اند سيرفيسز. تعالى يا باشا. بعدين نقول له اختار ايه، اختار جوجل اوس سكرين. هي ديت. يقول لك ايه لو ظهرت لك الرساله ديت، وهي فعلا ظهرت لنا. اعمل جيت ستارتد. اختار بقى ايه بدل ما تخش يعني اكتب على طول اسم الايميل، اسم الاب. اعمل ان 10 تيست، اي حاجه. بلال. آه اختار سبورت ايميل. نيكست. اوكي. اكسترنال. نيكست. اختار الكونتاكت اي اسم اي ايميل برضو يعني. ده يعني ايه لو حب يبعتوا لك حاجه على الايميل فبيبعتوا لك على الايميل ده. فايه مش مهم يعني، تهتمش يعني. بسم الله. نيجي على الخطوه التانية. يقول لك في براندنج عملنا احنا الاد نيم. تعالى اتاكد برضو احنا عملناه. تمام تمام احنا عملناه فعلا. مش خش على الاودينس. يقول لك اكسترنال عملناه احنا برضه، عملنا يعني موضوع الاكسترنال ده. بس يقول لك ضيف الايه اكسترنال وضيف التست يوزرز. حلو. التست يوزرز ده اللي احنا يعني ده الاكونت اللي موجود عندك في ان تاني، فانا هضيفه. ماشي. يقول لك ايه بقى يا باشا، آه بسم الله. يقول لك ادخل على الاي بي اي اند سيرفيس، وبعدين خش على كريدنشال. نيجي من هنا اي بي اي اند سيرفيس. خش على كريدنشال. انا بحاول امشي معاه بالظبط عشان يبقى معاك حاجه تمشي عليها بعد كده، لانه فعلا بيلخبط. فقال لي خش على الكريدنشال. اعمل ايه يا باشا. ماشي. اوكي. ادخل على الاي او اس سكرين، كونتكست سكرين. كرييت او اس كلاينت. اهي تضغط على كرييت او اس كلاينت. اختار. قال لك يخش بقى، اختار ويب ابلكيشن اهيت. ويب ابلكيشن. سميه اي حاجه.
بص بيقول لك ايه بقى، حط الريدايركت يو ار ال ده اللي احنا خدناه من ان ام من هنا. ماشي، احنا إيه اللي جبناه هنا؟ ماشي، حط الريدايركت يو ار ال. تمام، اعمل كرييت. تمام، بس احنا كده تقريبا خلصنا حرفيا يعني. خد بقى انت الكلاينت اي دي ده كوبي، حطه هنا. تعالى على كلاينت سيكريت، خده حطه هنا. اعمل سيف. مبروك عليك، انت خلصت. اخر خطوه بس، اعمل ساين ان ويز جوجل. اعمل ساين ان بالاكونت اللي انت عملت بيه. احنا ما حطيناش الاكونت ده في تيست يوزر. ف في ايه بيقول لك اكسس بلوك نوت كومبليتد فيريفيكيشن، في حاجه غلط. احنا عملنا ايه؟ عملناش اوكي طيب ولا ايه؟ تمام، عملنا تيست الاودينس بس صح. حطينا الاودينس صح ولا غلط؟ الاكسترنال يوزرز، حط اليوزر ده. لا المفروض يشتغل عادي، بس ما كانش كمل. تعال نجرب تاني. بس اصلا ما حطيناش ده تقريبا في التست يوزرز. نرجع احطه في التست يوزرز عادي. ماشي، من هنا مرتين. انا مش عارف في ايه، تقريبا في حاجة حصلت جديدة ولا ايه. اوكي. ايه بقول اب كده ونجرب. آه بصراحة مش عارف ايه اللي حصل، بس انا يعني عملت بابلش وانت خدت بالك، بدل ما اخليها في التست مود خليتها بسم الله في البرودكشن مود. فهو كده اشتغل. فانا مش عارف ايه المشكلة بصراحة، بس ات وركس يعني. عشان بس ما اقعدش اعيد من تاني والله، بس ايه فالموضوع سهل سهل ان شاء الله. مون كونكشن سكسسفولي. لو جيت هنا يا باشا هتلاقي كل حاجة تمام زي الفل، معاك كل حاجة موجودة، الدنيا تمام. ماشي. بص بقى، انت هنا بتحط اللينك ده. تمام، عملنا خلاص الكريدنشال. بتحط هنا ايه، عندك تو بارامترز. لو انت مش عارف الاي بي اي، فاحنا شرحناها في فيديو قبل كده. تقدر تشوفه في البلاي ليست، تبقى الفيديو التالت او الرابع. فعندك هنا اول حاجه كيو بارامتر. ده بيكون عباره عن ال- ال- الجزء ده بتغير فيه بس الاول. ده بيكون متغير بتحط فيه الاي دي بتاع الفولدر. تمام، هتجيب ازاي الاي دي بتاع الفولدر؟ لو دخلنا مثلا تراي، وفتحت اي فولدر عموما، وليكن مثلا اي مش عارف ايه الفولدر ده، اي فولدر، وخدت اليو ار ال ده كوبي مثلا في اي حته على اكسل درو. فهتلاقي ده اللي هو اخر ده كده الاي دي بتاع الفولدر. جميل. تاخده تحطه انت عادي في قلب الايه، في قلب الحته دي كده. جميل.
وبرضه عندك الفيلد ده انت تعرفه اصلا هو موجود ايه في قلب الفولدر ده. والبيج سايز هي ماكسيموم 1000، يعني ما انت ترن النود ديت ايه اللي هيرجع لك. هل انت عاوز يرجع لك 1000 يرجع لك 5، فانت ممكن تخليها براحتك، قرر خليها 1000. وانت لو بتقفل السند هيدرز دي مش مطلوبه. بس كده، كده احنا خلصنا. فانا بس عاوز ان انا الاول احط الصور في قلب الفولدر ده. احنا سمينا فيست، كويس تمام. عايز احط فيه صورتين اللي احنا عملناهم قبل كده، تحميل فايلز. هما الاتنين خلاص اتحملوا كويس. وجيت هنا مثلا عملت رن، شوف ايه اللي هيحصل. ما رجعش حاجة. ده ليه؟ احنا ما غيرناش الاي دي. قلت يا باشا باي دي. كده رجع اهوت صورتين اهوت، اتنين فايلز. جميل جدا. بس خلي بالك بقى، هو ايه، رجع اتنين فايل ولكن مرجعهم في ايتم واحد. احنا محتاجين نعمل سبليت عشان نتعامل مع كل فايل لوحده. نفتح السبليت مود، وبعدين نختار فايلز، نعمل حلو. هتلاقي قال لك هنا في عندك اتنين ايتمز. فانت هنا عندك الايه، عندك اتنين ايتمز. نروح يا باشا على نكتب بابل درايف، نجيب الداونلود فايل. تلاقي عندك ادي الاي دي بتاع الفايل. هنداونلود بايه؟ بالاي دي. سكيوت. تلاقي عندك قال لك اتنين اهمت، ادي الاولى وادي التانية. بكل بساطة هنعمل نفس اللي احنا عملناه هنا، نمسحه، نحط دي كده بس بالظبط. ماشي. ادي يا باشا الكلام. تعالوا كده نيجي عندها، نغير بس اسم اللي اسمها داتا، مش اسمهاش فوتو. ماشي. هيعمل نفس اللي هو عمله، بس احنا عاوزين في الاخر هنا نضيف، نعمل موف للصورة ديت لفولدر اسمه دون. فنيجي مثلا هنا نعمل كمان فولدر، ممكن نعمله جواه عادي. يعني ممكن نعمله جواه عادي، نسميه مثلا مجلد جديد، نسميه دون مثلا. ماشي. ادي الفولدر اسمه دون. نيجي هنا نكمل عادي، نفتح درايف، جوجل درايف. عايزين نعمل موف فايل. تمام. ادي الفايل. برضه هنخلي الفايل باليو ار ال. حلو. احنا صورة نبحث عن كلمة done. ماشي. احنا المفروض بنعمل ايه؟ موف الفايل ده. تمام. هنوديه عند. ماشي. المفروض نلاقي الايه، ممكن ناخد على طول باليو ار ال عشان ما نقعدش ندور. فنروح على الدون ده، ناخد اللينك بتاعه، نحطه هنا. جميل. فانت عندك ادي اليو ار ال، ادي الاي دي قصدي. عايزين هنموف بالاي دي افضل عشان هو اللي معانا. بس كده خلصنا تقريبا. هنتست كده. تعالى نتست الورك فلو تاني. تمام. حللنا أول صورة. تمام. في مشكلة. أوكي. أوكي. ماشي. هو هنا وقف مثلا ما كملش اللفة بسبب في مشكلات. يقول لك داونلود فايل. أوكي. الأي دي ده ما جاش. الأي دي ده ما جاش يا عم الحاج. أوكي. في مشكلة هنا الأي دي ده. بص، عشان يعني المشكلة دي ممكن هي حلها بسيط جدا. احنا نعمل فول لوب، أو نعمل لوب يجي يعني على كل صورة. فلو جبنا اللوب مثلا هنا، لوب اوفر ايتمز، الموضوع سهل وبسيط يعني. هاتها بس كده. بسم الله. اللوب دي يعني خلينا باللوب على كل صورة واحدة، يعني ناخد كل صورة لوحدها، نعمل فيها اللي احنا عايزينه، وبعدين ايه،
لما تخلص تخش على الصورة اللي بعدها. فالأفضل نعمل بس نمسحها كده، امسح دي أو سيبها. تمام. ركز معايا، لو خدنا هنا مثلا هنوصلها بدي. لو شغلنا هنا بيقول لك في كل مرة هات لي صورة واحدة بس، ماشي؟ الفاز بتاع كل لفة بواحد، يعني كل لفة هات لي صورة واحدة. فاحنا هنلوب هنا، أول لفة هيعمل إيه؟ يروح يعمل داونلود للصورة، بعدين يخلص الكلام ده يعمل كل ده، بعدين لما يخلص يرجع تاني يكمل اللوب، ولما يخلص خالص يخلص الاتنين ايتم دولت خلاص يوقف. ضن خلاص. دي كده ايه بقى، ممكن نشيل عادي يعني. ماشي، هنتست تاني ونشوف. بس اول انت كده ظبطنا الموف فايل باي اي دي. اوكي، تعالى يا باشا اد الاي دي بس. سيلكت لوك فلو، هنا رجع اتنين، راح اولى خلصت، خلص الاولى، خلص دخل على التانية. تمام. ولسه هنا اهوت في التانية، خلص التانية، خلص التانية، بعدين عمل لها موف. كده خلصنا. لو دخلنا على الفولدر تاني هتلاقيه تستورك فلو ثواني. لا احنا هنا في الضم كده، هما ايه بقوا في الضم. لو دخلنا على تستورك فلو هتلاقيه فوق مفيهوش صور. دخلنا هنا هتلاقي الاتنين موجودين كله زي الفل. تمام. بس كده، كده خلصنا. لكن برضه في حاجة مهمة جدا، قدر بقى حصل مشكلة هنا، تعال اقول لك نحلها ازاي. افتح يا النوت ديت، خش على السيتنج. اه ممكن مثلا تخليها ريتراي اون فيل، يعني لو فشل يجرب تاني. ماشي. طب لو حصل ايرور اون ايرور، لا والله ايه، جاي عامل لي continue using error output. ليه؟ هقول لك انا ليه. لو حصل ايرور مثلا، انت ممكن تعمل دوبليكيت ليات، تقوم جاي عامل لو حصل ايرور جرب تاني. وممكن مثلا تعمل كمان كريدنشال، يعني تحط كمان اكونت. ممكن مثلا في النص اصلا يحصل مشكله ان ان فلوسك تخلص. او ممكن مثلا تقوم جاي مغير ديت اوبن اي اي، وتخليها مثلا مش عارف ايه الموجود تاني، مثلا ممكن تخليها جيميناي. تمام، جيميناي اناليسيز للصور. وكم عادي، ولو حصل، ولو مثلا حصل سكسس تعمل نفس اللي حصل هنا وتحطه هنا دوبليكيت. ماشي، تاخد دول الدوبليكيت، تقوم جاي عامل لو سكسس تعمل كده، تعمل دي هنا وبس، وهتكمل نفس الموضوع عادي جدا. بس ما تتخضش من الشكل، بس انا بقول لك ايه، دايما حاول تعمل الحساب لو حصل مشكله ايه اللي يحصل. فبس كده خلصنا الفيديو. وان شاء الله تعالى الورك فلو الاصلي موجود عندنا في الكوميونتي المجاني. ادخل هتلاقي اللينك موجود، تحمل كل حاجه بشكل مجاني، وهتلاقي برضو البي دي اف ده موجود، بي دي اف اللي فيه خطوات ازاي تربط ان ان بجوجل درايف او جوجل شيت بشكل مجاني تماما يعني. فادخل يا باشا هتلاقي كل حاجه موجوده. والسلام عليكم، اشوفكم على خير الفيديو الجاي.